السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا مهما نعمل اكلات ووصفات بنحب اكلات كده امهاتنا، الاكلات الحلوة الجميلة ديت. هنعمل مع بعض غدا النهاردة، غدا سريع وبسيط، اتمنى ان انت تستفادي. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هجيب طاسة على النار كده، احط فيها معلقة سمنة بلدي كبيرة، اهم حاجة كده السمنة البلدي في الاكلة دي. هجيب بقى الرز بتاعي ده، هنعمل حشو الفرخة. الرز بتاعي كده واشوحه في السمنة. طبعا السمنة سخنت قوي وطرطشت وبهدلت الدنيا، بس هننضف ده كله مع بعض دلوقتي. هشوح بقى الرز واحط فلفل اسود، وهحط ملح، ما بحطش اكتر من كده في حشو الطيور عامه يعني، سواء كان فراخ او بط او حمام. هو ده الحشو اللي انا بعمله. تمام. هشوح بقى كده واديله تشويحه حلوه، بحيث ان الرز يشرب السمنه كويس قوي. واحط شويه ميه كده عليه واسيبه بقى لحد ما ايه، ما يتشرب الميه بتاعته، بس ما يستويش. انا مش عايزاه يستوي يعني، لان الفرخه بلدي شمارته صغيره فما بتاخدش سوا، فلو حطينا الرز زي ما هو الفراخ هتستوي والرز هيفضل ني. تمام. فهنفضل بقى نقلب فيه من وقت للتاني عشان ما يلزقش ويتحرق. فهنقلب فيه كده لحد لما يشرب الميه بتاعته. خلي ايدك فيه على طول باستمرار، وما بياخدش وقت خالص يعني، 10 دقايق بيكون خلص يعني. انا قلت ابدا بيه على ما احشي الفراخ وكده يكون الميه بتاعت الفراخ غلت. خلاص كده بقى جاهز معايا الحشو الفرخه. طبعا الدنيا دي كلها من السمنه والطرطشه، فهنلمعها كده تلميعه سريعه عشان خاطر نشتغل كده واحنا مرتاحين، ونطبخ واحنا نطبخ بنفسي يعني. ما اعرفش اشتغل والبوتاجاز بايظ، لان لازم ابدا والبوتاجاز يكون نظيف. ولما بخلص برضو بيبقى فيه طرطشه وحاجات، فبديله تلميعه برضو بعد ما بخلص كده بيفضل نضيف معاكي، ومش بتعبك في التنظيف. لما بتشغلي البوتاجاز وتشغلي النار وفي طرطشه زيت او سمنه بتتحرق وتبقى صعبه في التنظيف، فخلي كده ايدك فيه اول باول. خلاص كده ما خدش وقت خالص، كل الموضوع كله دقيقه بس ايه، الواحد يبقى مرتاح وهو بيعمل الاكل. هحط هنا حله ميه على النار واسيبها تغلي عشان نسلق فيها الفراخ. وعلى ما تغلي بقى الحله بتاعتنا براحتها خالص، هنحشي الفرخه بتاعتنا. فرخة مغسولة ومتنضفة ومنقوعة في ليمون وملح. نضيفة جدا وريحتها حلوة، ويعني ايه متظبطة على الاخر. هبتدي بقى اخد بقى بالمعلقة واحشي بطن الفراخ كده رز. ما تملهاش على الاخر عشان ما تبقاش مكتومة قوي. وهبتدي بقى احشي بين الجلد وبين اللحم. من الجنب ده معلقتين ومن الجنب ده معلقتين. ما تكتريش عشان ما تفرقعش مني. بس كده نقفلها بقى ونبتدي نحشي الرقبة. هجيب معلقة صغيرة لأن المعلقة التانية كبيرة، فايه مش هتدخل في رقبة الفرخة. في ناس بتقطع الرقبة دي بتحشيها لوحدها، بس أنا شايفة ان رقبة الفراخ صغيرة ما تستاهلش ان انا بعمل كده في رقبة البط. رقبة البط بقطعها واحشيها زي الممبار واقفلها من الجنبين، فبتبقى واحمرها بعد كده فبتبقى عاملة زي الممبار. اما الفراخ فرقبتها صغيرة خالص مش مستاهلة يعني، فبحشيها وهي كده في الفرخ. تمام كده حشينا الفرخة وظبطنا الدنيا، وظبطي طبعا حواليكي عشان تشتغلي برضو وانتي مرتاحة. على ما المية تغلي ونيجي نحط الفرخة، نقشر بطاطس كده، نعمل صينية بطاطس كده حلوة. انا هعمل 4 بطاطسيات يعني، كمية قليلة اوي من البطاطس يعني، طبق بطاطس من الاخر. عشان انا ما بحبش الاكل يفيد ويبات، ما بناكلش الاكل البايت خالص، فبعمل كميات صغيرة. كمان هعمل جنبها ملوخية خضراء. فالكمية دي حلوة قوي جنب الملوخية. انا كنت عايزة اعمل ملوخية لوحدها، بس لقيت الكمية مش كتير يعني، كنت شارية نص كيلو ملوخية، على ما قطفتها بقوا حبة صغيرين، فقلت لا نعملهم ونعمل جنبهم ايه صينية بطاطس كده سكر عسل. اعمليها وجربيها. وطبعا طعم البطاطس بيرجع لنوع البطاطس نفسها، في بطاطس تاكليها يبقى طعمها حلو، وفي بطاطس تاكليها ملهاش طعم. بس انا دايما يعني ايه مؤمنة بفكرة ان الكمية القليلة بيبقى طعمها حلو. هتكتري في الكمية مش هتبقى حلو. خدت البطاطس غسلتها، وبعدين هقطعها بقى شرايح. هقطع البطاطسية 3 شرايح كده حلو قوي، لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي تتهري، بالشكل الجميل ده. نحط بقى شوية الحبشتكنات بتاعتها. هنحط بصلاية كده نقطعها، حسيت ان البصلاية قليلة جيت زودت بصلاية تانية في الاخر. انا بحب البصل بيدي طعم الاكل رهيب يا جماعة. حطيت فلفل الوان، والفلفل الالوان من مسكر
ومن الحاجات اللي بتدي الاكل طعم خطير. فحاولي كده تجيبيه دايما باستمرار من السوق، ودخليه في بعض اكلاتك بقى، الخضار، اللحوم، تعسيكة اللحمة، المكرونات، بقى بجد بدي طعم مسكر وطعم سكر خالص للاكل. حطيت كده قرن فلفل شطة، بس هو ما كانش حراق يعني، بس هو ادى طعم وريحة حلوة، ريحة الفلفل. زودت كمان بصلاية، انا من النوع اللي بحب البصل قوي، بحسه بيدي طعم جميل قوي، بالذات لو مشوي، بحبه مشوي قوي. هنا فرمت طماطم، فرمت مع الطماطم فصين توم. قلت مش مستاهل فصين توم ان انا اعملهم بالمبشره او ادقهم، كده كده انا عاملاها كلها ني في ني. فرحت حطهم في الخلاط وفرمتهم مع مع الطماطم. حطيت فلفل اسود، وحطيت كمون، وحطيت ملح، ما حطيتش اكتر من كده. ما تكتريش في البهارات، وحطيت رشه زيت. ما تكتريش في البهارات عشان مش تدي معاكي نتيجه عكسيه. البهارات كل ما خفت، كل ما ما كان الطعم احلى. وطبعا البهارات التانية لها اكلاتها، فما بقاش نجود ونحط حاجات غريبة على الطبيخ العادي اللي احنا بنطبخه يعني. خلينا كده في في حاجات امهاتنا كانوا بيحطوا في الملح وفلفل وبس، وكان الاكل بيبقى عسل. هحطها على النار كده تستوي، واغطي عليها. بعد ما تستوي ادخلها الفرن تاخد وش. وهنا كانت المية غلت معايا، هنزل بالفرخة بتاعتي. هي على الاكل ده فكرني بايام المدرسة، لما كنت ارجع الاقي ماما عاملة الاكل الحلو ده. هنحط فلفل اسود وكمون، هنحط فص حبهان وقرنفل، مش بكتر عشان طعمه بيظهر، احنا مبنحبش طعمه ظاهر قوي يعني. وهنحط ملح. هنا الفراخ صغيرة في السن، ما بتاخدش سوا، فتحط الملح عادي. لو بتاخد سوا يبقى تأجلي الملح للآخر. هحط كمان طماطمية، وهحط بصلاية بس، وههدي عليها واسيبها تستوي براحتها. وهنا البطاطس كانت بدأت ان هي تغلي يعني، بالشكل ده. نيجي بقى نعمل الشوربة، شوربة لسان عصفور، ونعمل الرز. معايا هنا نحط شوية زيت. هنا كنت بشوف البطاطس لقيتها لسه، والصوص اللي فيها نشف، فعشان ما تتحرقش زودتها كده رشة مية خفيفة، وهديت عليها وسبتها لما تستوي. ونبتدي بقى نحط لسان العصفور ونحمره، ونعمل شوربة لسان عصفور بقى دي. طبعا مهما جربنا من اكلات ووصفات وجبنا من مطاعم وكده، الاكلات دي لها ذكريات تانية. ذكريات حلوة خالص. كل ما نعملها نفتكر اكلات زمان، نفتكر اكلات مامتنا لما كنا نرجع من المدرسة نلاقي ماما عاملة الاكل الحلو ده. فبجد اكل ليه ريحة وطعم. طبعا مش بيبقى زي اللي ماما بتعمله يعني، بس هو بنحاول بنجتهد يعني. هنا خلاص حطيته في حلة تانية عشان احط الشوربة عليه وخلاص. حط الشوربة على لسان العصفور، ما غمقيه شوية لسان العصفور عشان خاطر ما ينشيش ويعجن منك يعني. خلي لونه غامق في التحمير شوية، وحط عليه الشوربة وسيبيه يغلي غلوتين، واطفي عليه وغطيه. هيبقى معاكي احلى شوربة لسان عصفور. هنا جبنا الحلة اللي كنا بنحمر فيها لسان العصفور، نحمر فيها الشعرية بقى ونعمل الرز بتاعنا. طبعا الرز من الاكلات السهله جدا، بس من السهل الممتنع يعني. حاجات اكله سهله، بس مش اي حد يعمل رز بشعريه، ومش اي حد يعمل ملوخيه. والسلطه الخضراء العاديه خالص برضو مش اي حد يعملها، مع انها حاجات سهله وبسيطه اهي، ومكوناتها ما بتاخدش حاجه. بس الطريقه، النفس، ما مش اي حد يعملها، مش اي حد تاكل من ايده رز. هنا خلصت البطاطس، هنحطها في الفرن، ونحمر بقى الشعريه ايدك فيها على طول عشان يبقى كلها لون واحد. وطبعا ما تحمرها، ما تفتحيهاش قوي عشان ما تعجنش منك وتبقى فاتحه ووحشه، وما تحرقيهاش عشان ما تبقاش تقيله وتتقل الرز وتغمق الرز معاكي. خليها وسط كده، بالشكل ده، ذهبي فاتح كده، لا ذهبي ذهبي معقول، لا غامق ولا فاتح. ننزل بقى بالرز بتاعنا. طبعا الكميه اللي انتي عايزاها على حسب عدد افراد اسرتك، على حسب الكميه اللي انت بتاكليها، على حسب انت بتحبي تبقي اكل لتاني يوم ولا لا. عايزه اقول لكم كمان الاكل ده فاض منه يعني، بس الله المستعان. الواحد بيحاول على قد ما يقدر ما يفوتش اكل كتير، عشان انا بحب الاكل الطازه، بحبه يبقى لسه نزل من على النار سخن. غير كده ما اعرفش اكل، معرفش في حد زيي ولا انا لوحدي اللي كده. هنا الفراخ كانت استوت، هطلعها بقى كده
عايزة تحمريها في الزيت حمريها، بس ايه اخف كده وتحسيها زي المشوية، دهنها صلصة ودخلها الفرن، بتبقى طعمها خطير. طبعا عودي ولادك على الاكلات ديت، الاكلات الخضار والطبيخ جنب الاكلات التانية، بلاش كله تيك اواي ودليفري ومطاعم واكلات جاهزة، يعني من ده على ده، عشان برضو ايه ياخدوا يتغذوا كويس. يعني لازم تعملي طبخة او طبختين في الاسبوع، بجانب السمك بجانب اي اكلات تانية. فيعني خلي الاكل الجاهز ده او الاكل اللي هو التاني دوت يعني مرة في الاسبوع مرتين وخلاص على كده، انه لازم يتعودوا على الاكل الجميل ده. هنا حطيت شوربة بس مش كتير، لان كمية الملوخية اللي معايا مش كتير. فرمت الملوخية بتاعتي في الكبة، الكبة عندي جميلة مش بتعصر الملوخية، مش بتنزل المية بتاعتها. فحطيت بقى كده، قلت احط شوية شوربة قليلة واشوف لو احتجت ازود، ما احتجتش يبقى خلاص، وانا ما احتجتش وكانت الكمية حلوة. وشايفين اللون، بحب لون الملوخية ده اوي. بس هتاخد غلوة كده وهطفي عليها او هشيلها، وهنعمل الطشة بتاعتها. طبعا انا بحب الصيف مخصوص عشان خاطر الملوخية الخضراء، صيف يعني ملوخية خضراء بحبها جنب الاكل اوي. هجيب هنا كام فصة من التوم كده وابشره عشان نعمل الطشة بتاعتنا. مين بقى ما بحبش الملوخية الخضراء؟ انا بحس ان الملوخية دي بترويني كده زي المية. لو عدى اسبوع ما جبتش ملوخية بزعل. لا انا ما اكلتش ملوخية الاسبوع ده، انا عايزة ملوخية، ولو طايلة اعملها كل يوم هعملها، بس حرام هزهقهم منها ليه يعني. خليها كده ايه مرة في الاسبوع حلو. كل سوق انزل اجيب ملوخية خضراء، ما نزلتش ابعت حد يجيب من السوق ملوخية خضراء، المهم لازم ملوخية خضراء. ليها قصة الملوخية الخضراء دي. اشوح التوم كده. كان جوزي ما بيحبش الملوخية الخضراء، تمام. فضلت فترة طويلة 5 سنين ما اكلش الملوخية الخضراء في البيت، لما احب اكلها كلها عند مامتي. وقفشت في مرة باكلها في مطعم بقى، بقول لي دوق الملوخية دي طعمها جميل، قلت له انت اكلت من دي؟ قال لي اه. قلت له انت اكلت من دي؟ قال لي اه. مالها؟ قلت له دي خضراء. قال لي لا طعمها مش زور. قلت له من يومها وانا مستلماه، من يومها وانا مستلماه كل اسبوع لازم ملوخية خضراء، واشرب بقى وكل ملوخية خضراء. مش حرمتني منها الفترة دي كلها ومعذبني وانا روحي فيها اصلا. هو كان بيحب النشفة اكتر، انا بحب الخضراء اكتر، بس دلوقتي عاد بيحبها يعني وبياكلها. انزل بقى بالكزبرة الناشفة بتاعتي، وخلاص كده بقت. ما انا بحب احط الطشة في الطباق او في الطواجن، محبش احطها في الحلة، بحبها تبقى على الوش كده بتغريني. وهنا خلاص اكلنا الجميل كان جاهز، اكل سهل سهل وجميل، وغدا لذيذ جدا، غدا امهاتنا. مهما نعمل طبعا مش هنعمل زيهم، بس اهو بنجتهد يعني. والله المستعان. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.